بتاع عامر صغير حلو، لقيت مثلا 10000 كومنت بتاع عامر صغير بتاع عامر صغير بتاع عامر صغير. حبيب قلبي يا فنان، انا بتفرج عليك من زمان. السلام عليكم. طبعا ما كانش ينفع نعمل حلقه عن طنطا وما نجيبش اشهر واكتر واحد نزيه في طنطا، اخويا عم مرعي. اخويا طبعا بجد بجد والله ما بهزر يا جدعان، انا بالنسبه لي البلوجر النزيه مرعي، ما بهزرش والله. أخويا. كلهم كوميرشال في طنطا بصراحه. يا عم ما تعمليش عداوات بقى انا ماليش دعوه بالكلام ده هو ملوش دعوه، انا اللي بقول. طبعا عم مرعي انا مجهز لك النهارده شويه اسئله يا باشا. عن يلا طنطا، هنودي. وبعديها في فقره سريه انت مش عارف عنها حاجه، وبجد مش عارف عنها حاجه يا جدعان. انا فعلا ما اعرفش والله العظيم، انا بقى لي ساعه هنا في الدور ال 11 في ايه يا عم انت الناس هبعت لكم اللوكيشن. النجاح مش مربوط بانك انت تبقى في طنطا. معانا مثال لحاجه باللي انا بتكلم فيها طبعا. بيتكلم عن نفسه يا جدعان. يا عم انا لسه ما باذن الله يعني ابقى ضيف انا عند مرعي بقى، يا باشا اول ما اعمل استوديو اول حلقه مع مؤهاب اوقع لك البرنامج. معانا بقى اسئله يا جدعان مجهزينها النهارده، اللي مجهز الاسئله انتوا ما حدش هيتدخل في الحلقه دي، محدش يدعو باي حاجه. ما حدش دعوه باي حاجه دلوقتي فينا يا جدعان. ديكتاتوريه. دلوقتي يا مرعي انت قول ازاي اكتشفت نفسك كفود بلوجر؟ لان انت اصلا في الاول تقريبا ما كنتش بادئ كفود بلوجر. بص هو انا في الاول كنت بعمل فيديوهات عادي كده فور فان كده اي حاجه بس انا في العموم انا بحب الاكل، انا بحب الاكل فشخ، ومن الناس اللي بسافر عشان اكل اكل حلو وبتاع. فانا كنت بمارس الموضوع ده في البيت عندنا، امي مثلا تعمل اكل اقول لا 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 ده مش. فبعدين بدات انزل على جروب، بدات بقعد اهاجم الناس، كنت بهاجم اي حد يا اسطى، انا هجومي فشخ، كنت بمسك بقى مارتن ووطنيه طب ليه؟ ما اعرفش بقى انت فاهم، امراض نفسيه تقريبا. صورت بقى فيديو عند ابو تشيش، بس بدايه نزل فيديوهات اصلا كان اكتئاب، كنت مكتئب فشخ. وقلت بقى اما اروح اصور فيديوهات، ما كانش له اي علاقه باي حاجه. صورت اكل، الموضوع جاب في واحد كلمني بتاع، بس انا الموضوع بالنسبه لي مش هوس يعني موضوع الفيديوهات مش هوس بالنسبه لي، انا بتبسط بالموضوع. فبعد شويه قلب ان انا بقى بيزنس بالنسبه لي شويه، بعمل مثلا 20% من الفيديوهات اللي بتتعرض عليا 20% اعلانات و80% مش اعلانات، بحيث ان يكون في برضه مصداقيه. انا بحب الفيديوهات الاورجانيك اكتر بكتير قوي، مش ما انا بحب كده فيك بقى، لان انا اصلا الناس اللي في طنطا ما بيعملوش ده. انت يعني فاهم انا قصدي يعني بيبقى 80% او 90% كوميرشال، وما الدنيا بتبوظ معاه خالص بيلجأ بقى لحاجه ثانيه. لا انا بحب المفروض العكس، انا بحب الاورجانيك اكتر واللي بيدي ثقه للناس اكتر. يعني انا بحب فيديوهات وبحب فيديوهات الدعم، انها مثلا يكون شاب بيبدا بتاع. في برضه فيديوهات الاندر دوج، الناس اللي هي بتبقى لسه بتبدا على قدها بتاع حد عنده مصلحه. طب انت لو حد اندر دوج وحش هتساعده؟ بص بقى الموضوع ده بقى محرج قوي. ليه بقى؟ في واحد فاكر الراجل بتاع المخلل، في واحد كلمني وقال لي بقى ايه، قال لي انا عندي مش عارف لو شفت فيديو ممكن يضربني ولا يعمل، قال لي انا عندي بتاعه مخلل وبتاع، فتعالى ساعدني وبتاع ودعم وبتاع. قلت له ماشي. رحنا، قال لي انا عندي فرشه مخلل مش طبيعيه يا اسطى. رحت شفت اسوء حاجه شفتها بعينيا، صورت وكدبت عليه، يا رب بس انت حاول تقطع سمنت الحته دي. انا قلت له ايمان ان الصوت مش شغال يا اسطى. الراجل ده كان بيبيع اسوء حاجه في الدنيا، كطعم ولا كشكل؟ كل حاجه يا اسطى، اسوء حاجه ممكن تتباع. هو اصلا ما عندوش مخلل، عنده كام تشت كده وكانوا وحشين قوي. والله بجد. فما لو حد اندر ضده مش حلو يعني بنزق الدنيا. لو وحش قوي بقى هكدب بقى عليه، اقول له ده الكاميرا كانت فاصله، حد حصل له حاجه، في حد عندنا مات بتاع. اي حد يا جدعان سمع الحاجات دي يعرف ان مرعي كان بيهجس عليه. كنت بكدب عليه. ايه اندر دوج بقى يا جدعان؟ يعني اندر دوج يا اسطى صغنن لسه، فاهم؟ لا يا اسطى يعني انا عبيط. كنت لسه. حد علق على كلمه بلوجر من طنطا قبل كده معاك؟ يا اسطى انا ما بحبش كلمه بلوجر خالص، ما بحبش حد يقول لي بلوجر، او ما بحبش حد يقول لي فود بلوجر. يا اسطى بتضايق قوي. بس انت فود بلوجر. ما تقولهاليش، انا يا اسطى بتضايق قوي. بس انت فود بلوجر يا مان. بقى في ناس بتقعد تقول لي يعني ايه بلوجر، انا ما بقاش عارف يعني ايه بلوجر. يعني انا بجد انا مش عارف اقول له يعني ايه بلوجر. يعني بيبلوج. انا فعلا مش عارف بيبلوج يعني ايه بلوجر بجد؟ الفلوج دي اللي انت بتعمل فيديو انا رايح المتحف المصري اصور. الفلوج دي انا مع توت عنخ امون دلوقتي. يعني الفلوج بيتكون من بلوجات. يعني كده وصلنا في ايه؟ يعني انت بلوجر يا مرعي؟ ايوه انت مش بتصحى من النوم تقول انا دلوقتي رايح ابو تشيشه يا جدعان، انا راكب اللي مش عارف ده فلوج. بلوج دي انا بقى والله راجل دارس. انا اقول لكم ان انا ماشي على الله خالص، انا بعمل فيديوهات. انت حد علق على حته بلوجر من انا في ناس بتعلق، بس انا فعلا مش فاهم. يعني انا ما كنتش فاهم معنى الكلمه لحد دلوقتي. فانا بقول لهم يا جدعان انا قشطه، انا بصور فيديوهات فاهم. انا حوار بلوجر ده بحس المسميات دي بس في ناس مش فاهمه معنى الكلمه، منهم انا ما كنتش فاهم. طب انت حد علق انك انت مشهور من طنطا او حد معروف في طنطا؟ لان هي حاجه نادره. بص هو في ناس في طنطا دلوقتي مشهوره كتير. اذكر اسمي. الراجل ده مشهور، عايز ارقمه ايه؟ زهران يا جدعان مشهور عن طنطا، سكان عنده سوبر ماركت. في ناس في طنطا مشهوره كتير، يعني مثلا عمر شاور، ام السعيد، في عم رضا بتاع بالليل حاليا اشهر واحد. لا بس دي ناس صحاب محلات، دي مش ناس مشهوره على النت. ليه يا عم عمر شاور مشهور على النت. هقول لك بقى على واحد جاري مشهور قوي، دي مفاجاه محدش يعرفها. انا جاري ابراهيم سمبل، اللي هو يا جدعان باشا البلد اللي انا باشا انتقدته الفيديو اللي فات اللي قبله. ايه ده انت انتقدته؟ انا ليا اصحابي في القاهره برضه ناس مشهوره وبتاع، هم برضه عندهم فكره ان طنطا يا اسطى طنطا تحت.
بس انا حتى في فيديوهاتي بحاول ان انا اعمل فيديوهات مصر كلها. يعني مثلا اعمل لك ايه احلى مربى في مصر، هو رفيع قوي بس طويل، يعني هو طوله حلو بس هو رفيع قوي، مش عارف ايه المربى في كده. مصر اخر حاجه نزلت. فدايما بحب اعمل فيديوهات يكون ان بابليك، يعني مش على طنطا. في ناس كتير اصلا ما تعرفش ان انا من طنطا. بالنسبه لي برضو حاجه حلوه ان انا مش مختص طنطا صغيره في الاول وفي الاخر برضو، فاهم؟ هي فان بيز. اه هي فان بيز واخرك هتبقى اخرك حاجه انا مش معينه. فاهم بيز بس بقول له يا عم حضرتك محمد مش عايز اقولها باظ الحلقه كده. براحتي. ايه ممكن اشيل سؤال لقيت اجابته وحشه في المونتاج. احنا هنا بنضحك ونهزر مش سكريبت احنا اصلا. جايين نهزر صباح الفل، بقول لك فان بيز وبتاع. سعيد دي الحلقه اللي انت المفروض اتفرجت عليها عيب يعني. عليك بقى يا سعيد يا ابني ما اتفرجش عليها يا ابني. احتماليتها 50-50. جدع. بيلعب على 50-50. يس الراجل ده عنده افكار على فكره، سقراط. ما عنديش فان بيز لسه. دي بقى اللي ما عنديش لسه. دلوقتي يا مرعي، انت شايف ان الشهره بتقتصر على الناس اللي في القاهره بس، ولا ممكن اي حد من اي محافظه يتشير؟ بص يا اسطى، زمان كانت الشهره مقتصره على فئه معينه بس في مصر كلها. هو طبعا القاهره ده الاولويه مثلا 90%، بس بقى مع السوشيال ميديا وبتاع انت ممكن اي حد يشوف في اي حته. لو واحد من كفر الاشقر، عارف كفر الاشقر، حته بعد ياما بقى عند كفر الزيات. دي بقى انا بعديها لك بقى، دي اللي انا اي حد ممكن يشتغل دلوقتي. بس طبعا برضو بيبقى في حته ايه عنصريه، فاهم؟ هتلاقي في حته عنصريه كده، اللي هو لو انت رايح في القاهره يقول لك ايه ده انت من طنطا، انت من المنصوره، انت من شبين، هيعاملك ايه كهموش يعني او كحشر. بس هي الشهره او انك تكون جامد، انك تكون جامد في القاهره. في حد عاملك قبل كده ولا ايه؟ انا كنت في فنون مسرحيه. كنت مع احمد رمزي صح؟ احمد رمزي صاحبي، احمد اخويا يا جدعان. احمد رمزي اخويا يا جدعان، بيعمل مسلسل اسمه فخر الدلتا مع حسين فهمي واشرف عباقي في رمضان 2026. انا بحب أجمد اشرف عبد مسلسل. الباقي فشخ. انا بحب احمد رمزي فشخ انا بحب احمد رمزي فشخ برضه اكتر. عسل. على فكره احمد رمزي انا كنت من اول الناس اللي تابعته، كنت من اول 1000 ولا لا يا جدعان، عايز اقول لكم ان احمد رمزي ده اكتر واحد تعب في السوشيال ميديا. الراجل ده انا اعرفه من 2014. الراجل ده قعد 7 سنين يا اسطى بيتبهدل في مكاتب الكاستنج. انا كنت بتبهدل معاه، بس انا فرحان له عشان بحبه قوي قوي قوي. الراجل ده انا بموت فيه بصراحه بجد. شوت اوت يا جدعان احمد رمزي. ممكن نسقف لاحمد رمزي يا جدعان بعد اذنكم؟ في بقى حاجه سقفتش ليه؟ معاك رقم احمد رمزي؟ ممكن نرن عليه. يا عمي ايه يا قلبي، بقول لك ايه، انت على الهوا دلوقتي خلي بالك. هو فين؟ بصور فيديو كده مع واحد صاحبي، فبيقول لي مين اشهر واحد تعرفه، اشهر حد على موبايل. فقلت لهم ابو تريك، بس ما ردش عليا. فانا رديت. فرنت عليك انت يا اسطى. بقول لهم ان رمضان 2026 اجمد مسلسل نازل، فخر الدلتا، فخر الدلتا بطولة اشرف عباقي. احمد رمزي. ايه ده؟ لا معلش صح ما انت طبعا. ايه اجيب ورا يا جدعان. اسمه الحقيقي اهو، ده اسمه الحقيقي، محدش عارف الاسم ده. لو حد قال له يا رمزي ده مش صح، لكن ده اسمه الحقيقي. المهم احنا انت فين ده؟ ايه لايف ايه ده؟ يا عم مش لايف، انا بسجل لسه. بيستقل بالبرنامج ولا يا عم مين صاحبك ده اصلا؟ واحد صاحبي اسمه محمد ايهاب، اكبر فان ليك، اكبر فان ليك في طنطا. عامل ايه يا احمد رمزي؟ مش هقول له، كنت اقول اسم التاني. عامل ايه يا ابو حميد؟ عامل ايه يا فنان؟ الحمد لله والله الواحد بيشقى يعني. ربنا معاك ان شاء الله، تكسر الدنيا والله. باشا انا مونتير واشجعك ان شاء الله نشتغل سوا باذن الله. كده باذن بقول لك الله. يا احمد ظريف قاعد جنبي يا اسطى. لا ايه يا عم في ايه؟ خليه يدي ماشي تحيه يا جدعان، سقف احمد رمزي يا جدعان. خليه يدي تحيه للبرنامج. يا اسطى ادي تحيه البرنامج يا اسطى. اسمه البرنامج اسمه ايه؟ اسمه محمد ايهاب. ادي تحيه البرنامج اسمه محمد ايهاب. اسمه محمد ايهاب اصلا. تحس ان هو باك بتروجيت. ادي تحيه البرنامج، يقول لك بتفرج عليه من زمان. حبيب قلبي يا فنان، انا بتفرج عليك من زمان. خلصانه يا اخويا دولي. ابو حميد والله أخويا. هتصور معاك المره الجايه. حبيبي اعلم اخويا النجم. يلا باي. سلام. يلا انت هنا كمان بتقفل نفس القفله. بالنسبه للناس اللي بتتفرج عليك فهم بالنسبه لهم شايفين حد واصل الى حد معين ماشي. او هم او بعيد عنهم شويه. السكوتر بيزمر يا اسطى. ماشي معلش انا اسف يا جدعان، السكوتر بس تحت ممكن يتسرق. الحاجات دي مش هتفيدني. انا عايز اتجوز يا مرعي، عايز اتجوز. انت حاطط ايدك يا اسطى فين؟ انا شايف يا بالنسبه اسطى. لهم انا بالنسبه لنفسي انا فعلا 2 من 10 او 1 من 10، اللي هو الناس عرفتني بس فاهم. ما وصلت دي بعيده قوي، فاهم؟ عشان تبقى وصلت لازم تدخل انتخابات رئاسه التيك توك عشان تبقى كده وصلت. يا عم يا عم بعيدنا عن الناس دي يا عم بالله عليك. عليك. انت بالنسبه لك ايه النصيحه اللي تديها للناس عشان تبدا تنجح في حياتك؟ لو واحد بيصور فيديوهات عايز يعمل فود بلوجينج مثلا فود بلوجينج بس، اللي عايز يفايرل في الحته بتاعت مرعي، تديله ازاي نصيحه من مرعي؟ بعمل فيديوهات بافكار مختلفه. يعني انا مثلا لما باجي احضر فيديو بحضر الفكره بالنسبه لي اهم حاجه. يعني انا بالنسبه لي يا اسطى ممكن لما جيت كنت بعمل فيديو عن المانجا حلو، فجبت 12 نوع مانجا وقعدت اقارن بينهم وبتاع، والفيديو الحمد لله فايرل. الفيديو ده ريحته مش طبيعيه. ليديز فيرست ونبدا بالحريم. في ناس قالت لي روح صرف الاسماعيليه كهي بلد المانجا. انا بقى رحت جاي واخد كده لفه كده، رحت جاي عملت سيرش، فلقيت ان اول مانجا اتزرعت في تاريخ مصر في السلطه احمد عرابي واحمد باشا المنشاوي. وجنبنا برضه.
فاهم؟ وجنبنا برضه الله ينور عليك. فلما بتعمل حاجه جديده هي دي اللي بتفايرل، بس انك بتوري الناس حاجه جديده. هو يعني انت اللي عايز فايرال في الحته دي يوري الناس حاجات جديده حاجه جديده، ويتنوع. بس برضه ما تعيدش اختراع العجله، يعني ما تعملش حاجه ما حدش عملها قبل كده، اعمل حاجه شكلها لذيذ. يعني انا مثلا رحت صورت فيديو في قريه اسمها سرد، القريه دي مش على جوه الماب، رحتها مثلا في 10 ساعات على ما وصلت، مع ان هي جنبي ب 30 40 كيلو، دي اكبر قريه بتنتج توت في مصر، حاجه ما حدش مهتم بيها خالص. رحت صورت فيها الفيديو برضه فايرال. بس انت عرفت الناس حاجه جديده، معلومه جديده. برضه نفس الكلام في الميه، جبت 10 ازاز ميه قارنتهم ببعض. انا حاسس ان اللي بعمله حاجه هبله قوي يا جدعان، بس لما تجرب كله جنب بعضه بتحس بالفرق، فده بيخلي الحاجات برضه سبايسي شويه. طعمها ميه يا اسطى. فكر بره الصندوق، اعمل فيديو غريب جدا، اعمل اي حاجه غريبه جدا، بس ما تافورش، ما تقعدش بقى تاخد حاجه وتفها وتعمل. انت قصدك بمين الكلام ده؟ مع عمرو بيلا يا اسطى. انا بحب عمرو بيلا فشخ، اكتر واحد بيموت بالضحك يا جدعان. في فيديو اللي هو بيركب حصان، وفيديو اللي هو بياكل بطيخ، وفيديو هو بينط في البسين. يا جدعان عمرو بيلا بجد بيضحك اكتر من عادل امام، وعد الله يا اسطى جامد فشخ. هو ممكن يبقى اول مره حد يجاوب على السؤال ده. لا ده عمرو بيلا اخويا حبيبي عمور. بالله عليك ما تعمل محضر، انا مش ناقص كتير قوي مهدداني. تعرف توليد دخل كلمني قبل كده قال لي امسح الفيديو. ليه؟ عشان كنت عامل فيديو حاطط فيه الريكورد بتاعه وهو مسجله لي بعته لي. هو مين توليت اصلا؟ توليت يا اسطى. مين توليت؟ خفاجي. انا عارف هو خفاجي. هو توليت يا جدع متاكد؟ والله. انا اخر حاجه بالنسبه لي في الراب قطر الحياه، سنه في سنه في سنه. بص السؤال ده بيضايق، فاهم؟ يعني ليه احنا كطنطاويه الناس بتطلع تقول لك اول ما تجيب طنطا يقول لك يا عم الناس دي فلاحين. مش احنا فلاحين؟ انت اللي مش فلاحين يا اسطى. انت لو بصيت هتلاقي غيط في اي حته، لو بصيت في اي حته هتلاقي غيط. هات يا عم عمر شاري اعمل فيديو. لو انت واقف عند الاستاد، لو انت واقف عند وطنيه مثلا، الفيو على الغيط، فانت واقف عند الاستاد كده يا اسطى، بص على يمينك هتلاقي الغيطان اللي على اليمين، بص على شمالك هتلاقي الترعه والغيطان. بس الناس اللي في طنطا نفسها فلاحين فشخ. يا انا فلاح يا اسطى. ايه المشكله بجد؟ مش عايز تكون فلاح، مش فاهم. انا فلاح والله بجد يا اسطى، يعني انا مش فاهم. والله ما عنصري يا ابني، والله انا بعشق الفلاحين. بس النقطه ان هم بيطلعوا يقولوا ان طنطا فلاحين ومش عارف ايه، فاللي هو ايه بتضحك؟ انا ما بقولش حاجه تضحك، اما بحاول اضحكه وما بيضحكش، ما قلت حاجه مش بتضحك بيضحك. دلوقتي يا مرعي انت سافرت بلاد كتير الحمد لله. رحت دول كتير جدا. نفسي اروح البرازيل. هتيجي والله. نفسي اروح البرازيل. ليه يا اسطى حريم هناك جامده قوي يا عم؟ انا قلت في احلام. ايه اكتر بلد عجبتك في الاكل؟ وطنطا ولا القاهره عامه في الاكل؟ يا اسطى اجمد بلد بتعمل اكل طنطا. اي حد يقول لك كده بيكذب عليك. انا قلت لك طنطا فلاحين، بس طنطا فيها اجمد اكل في عليها الدنيا. جامد قوي بالطنطا، فلاحين قوي يا اسطى. بس طنطا والله العظيم اجمد اكل في الدنيا. اي حد جامد في طنطا لما بيطلع بره بيبقى جامد قوي. عندك ملفوف، عندك تومه. ملفوف من طنطا؟ ايوه يا عم، عندك ملفوف، عندك تومه، عندك ستيريو، عندك وطنيه يا جدعان. كنتاكي من طنطا؟ لا مش كنتاكي، ماكدونالدز. قصر الكبابجي من طنطا. ايوه قصر الكبابجي من طنطا. ايوه ما تعرفش؟ كان ده الوحيد اللي عارف ازاي. قصر الكبابجي من طنطا، كان فاتح في طنطا وما نجحش في طنطا وبعدين انتشر في القاهره. يا جدعان طنطا اجمد بلد بتعمل اكل، مفيش بلد تاني بتعمل اكل زيها. ايه اكتر فيديو فايرال ليك على المنصات عامه وحسيت بيه وقتها ما فايرال؟ اكتر فيديو فايرال هي طبعا بتاع الواد الصغير اللي قابلني اللي هو اسمه عمر ده. قلبي تبعك. عايز اقول لك هو لما شافني انا اتخضيت منه، سبحان الله يا اسطى. هو الواد اول ما شافني كان هو اخوه اسمه اياد، اخوه قال له ايه، هتلاقي في بدايه الفيديو اخوه بيقول ايه مرعي، هتلاقي الواد قال مرعي. في كذا حد بعدها كلمني قال لي يعمل فيديوهات معاه كتير وبتاع، بس انا اصلا ما حبيتش اسلبه طفولته. دونت فير فان بيز. ضد الجزء بلاش زواج الكسرات طبعا. ضد زواج الكسرات. انا ضد زواج الكسرات، ضد قبل الجواز. ايه اغرب موقف انت تعرضت له في مطعم من اللي انت صورته؟ هو الموقف مش وقت التصوير، هو الموقف بعد التصوير. انا كنت بعمل فيديو عن عيش الفينو، وعايز اقول لك ان انا الفيديوهات اللي بعملها الحاجات اللي انا بحبها، يعني دايما بعمل فيديوهات الحاجات اللي انا بحبها. فانا بحب عيش الفينو قوي، فقلت اما اعمل فيديو مقارنه عيش فينو، فعملت فرن اسمه عامر. الرغيف بتاعه كان صغير بالصدفه يعني بايلات، فانا قلت بتاع عامر صغير حلو. لقيت مثلا 10000 كومنت بتاع عامر صغير، بتاع عامر صغير، بتاع عامر صغير. بجد مش قصدي، ما كانش في دماغي اي حاجه. فانا ماشي لقيت بقى مسكني واتخانق معايا في الشارع وعملنا حوار ابن. بص انا اوريك بقى مرعي حصل مشكله، قاعد يقول لي بجد انت، انا هقول له اوريك بتاع صغير ازاي وبتاع. حصل حوار. جه بعدها في واحد صاحبي اسمه سعيد بورتو. السعيد بورتو عنده في واحد اسمه بورتو يا اسطى مشهور برتقاني في طنطا، انا معروف شويه. يعني ايه برتقاني؟ هو شعره برتقاني وبشرته برتقاني يا اسطى. لا سعيد برضه واحد صاحبي عنده قهوه اسمها بورتو في شارع النادي، فروحنا انا وهو واتراضينا. وبعدين دلوقتي عامر حبيب قلبي، وعامر بيعمل احلى عيش طنطا يا جدعان. وبتاع عامر الصغير عامر هيقبلها ولا يضربنا معدي من قدام؟ عامر عنده اكبر رغيف فيه في طنطا. ايه اللي بتحسه مختلف في طنطا عن بقيه المحافظات؟ يا اسطى ان طنطا فيها اكل كتير قوي. يا اسطى طنطا عباره عن فود كورت كبيره قوي، يعني كلها مطاعم بروست. ايه كلها مطاعم بروست مقلي. فرايد تشيكن. لا طنطا فيها مطاعم كتير قوي بجد، وانا مش فاهم ليه فان يعني. بيز يعني يا اسطى
كان مين بيعمل برجر في طنطا بس من 10 سنين، من 15 سنه. ماكدونالدز لا 2010 ما كانش ماكدونالدز. ماكدونالدز. لا ما كانش ماك فتح. ستيريو. يا اسطى ستيريو، انت بتاكل عن ستيريو؟ لا يعني تعال 2010 مين اللي كان بيعمل برجر في طنطا في 2010؟ ما كانش في غير مؤمن. مكان يا اسطى ما كنتش مؤمن بنزل يا الشارع اسطى. في 2010، كنت لسه عيل صغير، ما انت خدتش مالك- بريميشن ان انا انزل اصلا. كان في 2004 ما كانش خدت البريميشن. كنت طنطا- لسه خدت الفان بيز ان انا وطبعا اهم حاجه مميز طنطا سيد بدوي، دي اللي ميزه عن اي محافظه. حسب الله ونعم الوكيل في السيد البدوي. يا اسطى هنتسخط، هنقع من الدور 11 على الدور الاول على طول. يا اسطى السيد بدوي ده جامد قوي بجد. ليه؟ ايه يا اسطى السيد بدوي؟ ما فيش حد معفوش. تعرف ان انا عليا حرب بسببه الايام دي؟ اه طبعا لازم. مين بقى؟ مش الشيعة، من بتوع كربلاء. يا عم بقى يا عم انت شفت. هقوم احط بتاع عامر في يا اسطى الشيعة بيقولوا ان انا بهاجم كربلاء، وانا مش اصلا بكربلاء، ما اعرفش كربلاء دي اصلا فين. بيقولوا ان انا بهاجمها وانا ما اعرفش فين. والله العظيم يا جدعان كل اللي حصل ان في عيل عمل طنطا في اس كربلاء، انا ماليش دعوه فيها، هو ده كومنت يعني، انا ماليش دعوه يا اهل كربلاء، انا ما اعرفش حاجه، ما اعرفش، انا معفون. انا تايه. انا فان بيز يا رجاله. انا فاهم بيزنس كربلاء. مين اللي يكسب طنطا ولا كربلاء؟ تعادل. تعادل. ايه هو تعليقك على اللي بيحصل في السيد البدوي؟ لا ده اهم سؤال ده. بص يا اسطى اللي بيحصل في السيد البدوي انت مصور العظيم، فيديو أنا اصلا مصور فايرال. مصور في السيد البدوي امم فيديوهين السنه اللي فاتوا والسنه دي. في فيديو السنه دي كل القنوات خدوه بتاعي. يا جدعان اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده هو 1 على 10 من اللي بيحصل في المقام واللي بيحصل في عم السيد المسكين. عم السيد المسكين هو الراجل شبه الهنود ده اللي بيلبس احمر. الراجل ده بيشيل كاركتر، وعهد الله كاركتر. واللي بيشيش في بيحصل المسجد. في حاجه بقى الناس ما تعرفهاش. السيد البدوي المسجد اهو، المسجد اهو ده اللي في المولد. انا بتكلم ايام المولد مش بتكلم في الايام العاديه، ايام المولد في السبع ايام بتوع المولد. المسجد بتاع السيد بدوي اهو. تمشي انت بقى كده حوالي كام كيلو قرابي؟ 5 كيلو. سعد الدين 3 كيلو يا مرعي. سعد الدين لوحده 3 كيلو. سعد الدين 3 كيلو. المهم ايه، شوت تمشي اوت بقى سعد الدين عشان اخواتي، تم- عشان انا مساعد الدين. تمشي شويه كده بعد السيد البدوي في حاجه اسمها الساري. الساري ده عباره عن خيم الناس بقى بتقعد تشخ فيها، وحاجه مقرفه جدا يا وعهد الله اكتر مكان مقرف في الدنيا. ده اللي انا مصور في الفيديو. الوليه اللي بتاعت بتقول يا سيد يا بدوي، طب بيصوروا الكلام ده ليه؟ يعني بيصوروا انا بصور يعني لا هم لا بيعملوا الكلام ده ليه هناك قصدي يعني. يا اسطى دي حاجه اسمها طرق، بس احنا مالناش دعوه عشان ما هيدينا في الامبول دي يعني ايه. دي ممكن نقول كده احتفالات، احنا مالناش دعوه، احنا مالناش دعوه، كل واحد في حاله. بس ياكلوا قصب اهم حاجه. تلاقي كميه قصب هناك مش طبيعيه، مص الصبح. يا اسطى والله العظيم كميه قصب هناك. بس السيد البدوي بابليك فيجر، هو رقم 2 في طنطا. امال مين رقم واحد؟ محمد ايهاب. قلت هيقول مرعي. انت تنصح الناس ايه في طنطا ان هم يجربوه اول لما يجوا هنا؟ مكان لازم الناس تجربه. بص هو اشهر حد دلوقتي في طنطا عم الرضا بتاع بليله. بس الراجل ده بيدفع لك اسهم وانشر اسهم الراجل ده يا هناك اسطى، الراجل ده حبيب قلبي. اكتر مكان لازم تاكل فيه في طنطا في واحد اسمه كشري الدرش، ده توب كشري ان ذا وورلد. وفي طب واحد انا عايز اسمه اكل عنده اصلا. ده جامد قوي، بيفتح حد 2 3 و4 ده مسلسل ده بيفتح الساعه 4 ايام دول حد 2 3 احد 4 للربوع. من الساعه 10 الصبح للساعه 3 العصر. انا 5 اول ساعات مره بس. اعرف الراجل ده. جامد فشخ في العجيز، بوم طخ رازع نو. وفي واحد اسمه الشيخ جلال والعشري. جلال والعشري. اه مش جلال بس، جلال والعشري. العشري ده شاري اسهم في المكان يعني؟ لا ده اخوه ده بجد. يس هما 2 اخوات اسمهم الشيخ جلال والعشري، بيعملوا فطار من الساعه 6 الصبح لحد الساعه برضه 12 1 الظهر كده في حته اسمها نافيه بعد كوبري فاروق. يا جدعان الراجل ده بيعمل اجمد طبق فول بالسمنه والزبده. يا لهوي. انت بتقول حاجات انا ما رحتهاش كطنطاوي اصلا. ازاي؟ والله ما اعرف الناس دي. كلت عند عمرو ابو زهره؟ كلت عند مديح. كلت عند عمرو ابو زهره؟ لا ما اعرفش عمرو ابو زهره ده عليه انت بتديهم شوية- شوت اوت هنا، بتيجي تشوفني عليه- باكلت ولا لا؟ قلت له عليه شويه مخاصي جامد قوي وعد الله. في السلخانه خد الجلال الاخر وادخل يمين جامد. بص عرفهم ان احنا في الدور ال 11 واحنا مش في الجلاء ذات نفسه. يا جدعان احنا في الجلاء عند تشيل اوت بعد تشيل اوت. ماشي في كل هبعت لكم لوكيشن. ولازم تاكلوا عند عمر بدر ابن الحاج علاء الرفه، بيعمل سندوتشات بقالي عند السيد بدر في بوابه الكليله، اجمد سندوتشات في العالم. انت عارف بقى انا بحب إيه في طنطا؟ يبعدوا عن الاستاد. مش فاهم انت يبعدوا عن الاستاد. لا يبعدوا عن الاستاد اي لسه حاسسك حته. هتعيط. لا حاسسك بكره الاستاد يا اسطى. يا اسطى خلاص ما تزعلش. هيجوا الحلو مثلا يا هيجوا جدعان سعيد. يا جدعان ابعدوا عن الاستاد. بعد اذنكم بعيدوا عن الاستاد، اللي يجي طنطا ما يقربش من الاستاد، عم- يشوف حته ثانيه. يا جدعان بليز. يروح الحلو يلف في سعيد، الدنيا كده حلوه. يا بالنسبه لي انت عارف انا اكتر حته بحبها في طنطا ايه؟ إيه؟ طنطا القديمه عند المحطه، عند شارع غياث مد- الدين، سعد الدين، الحتت اللي هي الله. على الفجر كده. الله الفجر كده في غياث الدين وسعد الدين. انت رحت هناك قبل كده؟ طبعا. طب فين غياث الدين يا اسطى؟ عند الراعي يا عم. ده بعيد فشخ عني. يا جدع اه والله مش العظيم. مدرسه غياث هناك؟ لا مش عند مدرسه غياث، اسمها بقى مش شايف هي مش في شارع غياث، اسمها ايه ده كده هو بس. غياث فين؟ هو غياث الدين ده غير شارع غير مدرسه غياث؟ اه ما فين غياث الدين ده؟ بعيد. بعيد فين يعني؟ شر يعني ولا- عارف سعد الدين؟ عارف دوران هارون رشيد؟ اه عند المكتبه عند جنب دوران هارون عند رشيد. سوق الجبل بتاع البدل. ايوه هو ده ايوه يا عم غياث. كابتن هيمو. انا بقى بحب غياث الدين بقى بالاماكن دي يا اسطى غياث الدين ده ما فيش حد ما بالمحطه
الحاجات دي الفجر تبقى حاجه تانية يا كابتن. يا جدعان اي حد جاي طنطا مخصوص البتنجان لازم بياخد غياث يجي. الدين في حته تانية. اي حد جاي طنطا مسافر طنطا مخصوص يسيب كل حاجه يروح شارع غياث الدين عند الجامعه العماليه الفجر. لو رحت قبل الفجر مش هتظبط معاك بجد. يسر يروح فين؟ مفيش حاجه هناك يعملها. يا اسطى الاماكن هناك، في اماكن هناك مستخبيه كده اثريه شويه، في حاجات بتبقى مهدوده. شفت القصر اللي انا صورت عنده فيديو طنطا ده هناك؟ يا جدع والله يا جدعان لازم تروحوا المكان ده. لا بجد انا طبيعي. انت ايه اكتر حاجه مرعي بتحبها في طنطا دلوقتي؟ اكتر حاجه بقى في طنطا ان هي صغيره. هي صغيره ممكن تروح اي مشوار في 5 دقايق. بس أي المواصلات مشوار. عندنا زباله. يا لهوي منطقه المعرض دي وعهد الله اللي عمل تعداد الكثافه السكانيه في العالم لو جه عند المعرض هيجي له شلل هيموت. المعرض الصبح لا لا لا, لا صعب المعرض أوي. صعب قوي. دي اكتر حاجه بحبها في طنطا ان هي صغيره. واكتر حاجه بكرهها في طنطا ان هي صغيره فزحمه قوي. دي اكبر عيب في طنطا ان هي صغيره. انا اقول لك اكتر حاجه بحبها في طنطا ايه؟ الدنيا فيها زي ما انت قلت صغيره، ده رقم واحد. رقم اتنين الناس هنا بحسها هاديه. يعني ايه؟ يعني مش متصربعين. فلاحين دايما كده. كل ما الانسان بقى فلاح اكتر كل ما كلامه بيبقى ابطا كل ما حركته بتبقى ابطا. بيبقى عنده نوع من انواع الهدوء النفسي. ده بجد حاجه بجد. لو انت عايش في مدينه تلاقي رتم الحياه اسرع فبتتحرك اسرع فبتتكلم اسرع. بس تبقى حاجه وحشه، الناس بتبقى تحس هناك ان هي ممكن تدوسك لو انت في طريقها. ايوه يعني مثلا ما ينفعش امينيم مثلا يبقى من قريه هتلاقيه مش عارف يتكلم بنفس التون بتاعه. وده بجد ده اكبر دليل احنا فلاحين فاهم. راجل فلاح قاعد اتفرج على ايه اصلا. ايه اكتر حاجه بتكرهها في طنطا بقى؟ اكتر حاجه بكرهها في طنطا المواصلات بتاعتنا. هقول لك على سواقين التاكسي كل واحد بيرمي رقم. يا ابني ما هو يعني المحافظ سواق قال التاكسي لك- بياخد من 20 جنيه ل 50 جنيه ما تفهمش، ونفس المشوار. على المحافظ قال لك لو انت هتركب اركب ب 14 وكل كيلو بتاعتها. والله التاكسيات لا بجد كل واحد بيرمي رقم براحته. يس والله ده غير الميكروباصات اللي بيجي مثلا. يعني هو يا جدعان بصوا احنا عندنا ايه، بيمشي كده ده اول البحر بيوصل كده ده الجلاء، هو بياخد دي مواصله ودي مواصله، المفروض يمشي دي كلها بنفس السعر. يا انت عارف جدع. الحوار ده؟ انا معاه سكوتر قصدك بيقف أول لحد البحر. عدلي بيقف لحد عدلي بيقف لحد اول بحر. وبعدين ياخد مواصله ثانيه بفلوس ثانيه. أيوة. ده بيحطوا لك كده. هو بيحط الناس كلها. ما انا بيحطوا بتكلم الناس في كده. كلها. ده ايه ده؟ ده المفروض بتاع بحب شعب طنطا بصراحه، انا بحب شعب طنطا. هي طنطا فيها شعب. لسه احنا كلنا على بعض كام 5 مليون. ما هي حاجه حلوه اصلا، الناس هاديه كده مفيش هو واحد الميزة إن إحنا مستعجل. الناس بقى- يعني مثلا مرعي جيت وقفتك دلوقتي يا مرعي قلت لك ايه هو فين كذا، هلاقيك بتشرح لي انا وممكن بقى توديني انا بقى هناك وانا كمان. في اعدادي بقى كنت تعبان نفسيا في الموضوع ده. كان عندي تعب نفسي ان انا لو حد قال لي فين كذا اتوهه مش على عارف فكره ليه. ده عند مصر كلها الحوار. لا انا كنت بتوه قصد مش بجعده. يعني مثلا لو الطريق هنا انا اقول له امشي كده. دي كانت وبيمشي كده زي ما انت او بتقول بيمشي طبعا. هو واحد بيقول لك امشي كده هتمشي كده هتعمل ايه؟ هقول لك المكان ده هنا تروح انت ماشي العكس. دلوقتي ايه انت عايز تقول ايه؟ لا مش هتعرف حاجه بس. دلوقتي يا جماعه وصلنا لاخر الاسئله بتاعتنا وهنخش بقى في الفقره السحريه بتاعتنا او السريه بتاعتنا. السريه ولا السحريه؟ السريه. ماشي تعمل ايه بقى؟ ندخل فيها يا جدعان يلا. كنت نسيت تصدق. طب اهو يلا. دلوقتي يا جماعه بما ان طنطا مشهوره بالحلويات طبعا لازم اجيب حلويات يعني بالعقل. جبنا بقى حلويات من دهب. ينفع هقول اسم عادي؟ قول يا باشا اعلان يا جدعان ده. لا ما خدتش ولا جنيه والله. انا دافع فلوس انا اصلا. ده اول حد عمل حلويات. لا افتح بقى ناحيه الكاميرا بقى. بص دي ما أنا اول هفتح- ما عشان هي. تبقى فيت بلوجر. وانا اوبا ده جايب فان لك ده بقى. فان بيز قوي. جايب لك بقى حاجات يا باشا طالعه من طنطا ولسه اصلا ما انتشرتش. يا ابني انا من طنطا الناس عادي. بتحاول تعمل مدلعه بره، احنا عندنا يا باشا المدلعه بيستاشيو وصلت هنا. ايه ده يا اسطى؟ دي من الدلاب بيستاشيو؟ مدلعه انا بيستاشيو. بحسبه وسابي بتاع السوشي. انت واخد فلوس في الاعلان ده؟ لا والله متاكد؟ والله ولا جنيه انا اللي دافع. نجرب بيستاشيو مدلعات ده. بسم الله هموت من الضحك. شغل عادي احنا ممكن ناخد من دي اللي هي بتاع البيضه دي اللي هي يا ابني ما هنصور ونديكوا والله. الازازه يا اسطى. النزل مش باين. ماشي كنافه كريمه يا جدعان. كنافه كريمه من دهب. تشيرز تشيرز. البتاع مش حلو. ايه رايك يا باشا في بص بقى، البتاعه دي جامده قوي يا لهوي. اجمد حاجه اكلتها في حياتي. انا مغمى عليها دلوقتي يا لهوي. يا لازم بقى تاكل مني القشطوط. دي الشوطه. لا بالله عليك. ايه ده؟ ايه رايك؟ تعرف دي اسمها ايه؟ لا دي اسمها كيك تريليتش. شفت عمل ايه؟ اسمها ايه؟ شفتوا؟ ظبطها. معرفش اسمها. يا جدعان الحلويات بتاع الدهب اجمد حاجه انت بجد. انت بتقول ايه يا عم؟ جامد قوي. انا موهوم بالجمال ده. لسه جامد قوي جامد قوي بجد. والله جامد قوي. ما بحبش. بقول لك استنى اوريك بقى حاجه. عارف دي اسمها ايه؟ لا بص بقى دي مكرونه. عرفتها منين؟ إيه؟ هو عندك قال لي كام ثانية؟ افتكرت. يا جدعان البتاعه دي يعرف اسمها يكتبه في كومنت او يدخلوا يكتبوا في الدي ام او يشتمني او يعمل اي حاجه.
بس البتاعه دي محدش عارف اسمها خالص، لو محدش كده كومنت. هو يكتب في الكومنت مكرونه بقى. لان طنطا بتعمل اجمد حلويات في العالم باستثناء العلبه دي. يا بص هو بسم الله ما شاء الله مفرتك حوالي نص كيلو لحد دلوقتي لوحده. اقول لك على حاجه ممكن هفهمك. طب اسالك على سؤال، ماسك الطبق اللي انت عملت خليك طبق كده. انت فرتكت العلبه اصلا، العيال قاعده هتموت بس. يعني بيقولوا مينيموم. وايه اللي بالموز ده يا اسطى؟ اسمها موزيه. ايه ده والله بجد؟ ايه اللي بالموز ده؟ اسمها موزيه. التصوير الناس هتقول رايها. خدها ميزو. قولوا لي ايه رايكم يا جدعان؟ يا جدعان عمر فشار اهو. بقول لك ايه بامانه الله قول الحق. طب والله حلو. قشطه زياده عن اللزوم. اهو مقشطه اوفر. مقشطه. قول يا ميزو. مازن لا مش زهران. اهو. مش عاجب بالي ده. بس هات مزهران عشان بصراحه عجبتني. بس انا طب حد يشوف الموزيه دي بتقول ايه؟ هو ده بيبقى وحش بالنسبه لي كده. بطرف يا جدعان. انا عايز اقول لكم دهب جامد قوي. في 4 مغمى عليهم على السرير من كتر حلاوه البتاع. عن دهب اجمل فراخ طنطا. الحلاوه مظبوطه جدا بجد بجد بجد. دهب عالمي. في خناقه كبيره قوي في مصر ان اجمد بتعمل ايه يا اسطى؟ في خناقه كبيره قوي في مصر ان اجمد بقى بتعمل حلويات طنطا ولا دمياط. طنطا التوب. خد سلاح وروح حارب. دمياط تروح بقى تشوف لها تعمل بقى بيعملوا خشب صح؟ الخشب ده بيعملوا شويه جبنه. في حاجه اسمها جبنه دمياط. بيعملوا اوض بيعملوا فيه شويه جبنه. روحوا خشبوا بقى بتاع دمياط. انا عايز اقول لكم محمد ايهاب دي القطعه رقم 100 تقريبا يا اخويا. بسم الله ما شاء الله يعني. لا بالله عليك بعد إذنك. هشتري وانت روح. يا ابني واخد مثلا 40 قطعه. هو عجباه بجد. على فكره انا كنت فاكره عامل اعلان طلع هي عجباه فعلا. الراجل مسك عمال يدي. انا كده ما بفهمش ايه. ليه؟ عجبتك؟ لا عجبتني بجد. ممكن في قطع حلوه بس اغلب يا اسطى احنا ما بنحبش الحاجات اللي هي السوليد. انت بقول لك لو مدلعه هتحبها. ما بحبش المدلعه اصلا. لسه المدلعه دي وهم اكذوبه. انت ممكن في المدلعه دي اكلك تاخد قطعه. ممنوع الحته دي تتحط. ممنوع تلغي بيها طنطا دي. المدلعه دي وهم. ليه لازم ابني في الحاجه؟ ليه لازم اجيب بلح الشام احشف وايد واحطه على حاجه واحط عليه ايد؟ ليه؟ هات بلح شام حطه في الزيت وطلعه حط عليه عسل وكان الله بالسر عليه. يعني حاول تبطل شويه. انا كده يا بتكره. جدعان طنطا بلد حط الميه الحلويات. طيب. الميه دي مقاطعه شويبس يا جدعان. صبر. مش عايز اتكلم. كنت اعمل دخل دلوقتي. زهران ماسك الحلويات يقول لك والله يعني مش عارف يعني شغال. لا يا اسطى ولا هي الكنافه حلوه بصراحه. بس في حاجات بايظه. في حاجات يعني ضربه منهم فاهم. بس هو جامد. بس انا هكمل. وايس كريم عبد الفتاح مرزوق ده جامد قوي. السوفت يا نهار. لا ده احنا متربيين. ده عاد الله بجد لا، اجمد لا، ايس كريم لا، سوفت. جامد. خد يا اسطى. يعني اقول لك على حاجه. الطبق ده كله طنطا اللي بدعاه. ما بهزرش والله. كله انتاج طنطا والله العظيم. فيش يعني الحاجات دي مش لاقيها بره طنطا. يا جدعان الحته دي لازم تاخد سكسين. الطبق ده طنطا اللي بدعاه. سوكسيه يعني ايه سوسيه؟ فان بيز يعني فان بيز. مش عارف سكسين يعني ايه؟ لا احلف بالله لا والله مش عارف سكسين يعني بجد. مش كام بجد بتهزر. والله العظيم ما اعرف. انت سكسين يعني يا حسن؟ يا عم ما يعرفش كلهم. سكسين انك لما تقول جمله هتلاقي الناس تقول يعني مثلا لو في واحد في مسرحيه عمل مشهد دراما فالناس تروح جايه قايمه كده خد السكسيه. فدايما يقول لك ايه انت بتعمل كده عشان تاخد السكسيه. السكسيه ده انك الناس تسقف لك بس او الناس تحييك. يعني دلوقتي لو انت قلت خطاب والناس قامت سقفت لك ده السكسيه. فانا دلوقتي قلت جمله بشرح. حد بيدخن هنا رجاله؟ والله يا جدعان عاوزين احسن حكم. انا بدخل. ايه يا اسطى ده؟ ايه يا عمر في اكتر واحد باين انه مش بيدخن. كنت لسه هقول له الجمله دي والله. طنطا بلد الحلويات. اجمد بلد بتعمل حلويات في العالم طنطا. ما تجيش. بص طنطا يعني من اهم حاجات عن طنطا متدلعه. يارا بيشتريها من طنطا. مين يارا دي؟ اللي بتغني بيشتريها دي من طنطا. هتاكل شرقي من دهب وهتاخد غربي من كريز. حلاوه مولد. طب وشرق اوسطي بقى كده شرق غربي. الواد ده دمه خفيف. تاخد حلاوه المولد من عدلي وصوبيا بتاعت عدلي وبليله من عم رضا وتديني بلح شام من عند ميمي اللي في طرح حكيم عند السبعه. شفت العلي بيبيع ايوه عارف ايه بعده كده. هقول لك بقى على قطعه الجاتو دي اجمد قطعه جاتو. اجمد قطعه. يا جدعان في قطعه الجاتو ب 46 جنيه عند سلاسل كوريه. تصدق رايقه 46 جنيه عند سلاسل كوريه. قطعه غاليه الجاتو قوي غاليه قوي. افضل قطعه جاتو في العالم. طب ايه رايك في مش لابوار طبيعيه. لابوار مش طنطاوي لا. فقاعه اكذوبه خدعه. طب احنا سكن هتعمل لنا نقاب. محضر ولا؟ فقاعه اكذوبه
خدعه. بتضحك على ايه؟ شبه لعيب حاجه عايز كورة. تقولها؟ شبه مين بيلعب كوره وممثل اجنبي. امير عيد. انت شبه امير عيد يا اسطى. بس انا في ناس كتير قوي بتقول ان شبه امير عيد، انا مش انا شبه. واخد بالي شبه امير عيد فعلا لما حلق دقنه لما كان واقف بالطقم الاسود. في نهايه كل روايه يا اسطى، اصل في ناس كانت بتقول لي بالله عليك قلده. بالله عليك اديني حته يا الميدان. ممكن لا ممكن يا لا ليلى تبطلي الكلام اللي انت بتتكلمي فيه ده، عشان انا الموضوع طهقني منك، انا مش عايز اتكلم معاكي، خلاص انتهى. تقول اديني حته يا الميدان بالله عليك. ايه يا الميدان. ياه. بص ده تشالنج يا جدعان، ده تشالنج. الراجل ده يقول يا الميدان. يا جدعان ايه ده؟ احنا بنصور صح؟ اللي يضحك ماشي. الراجل ده هيقلد امير عيد. استنى يا عم اظبط الدنيا تاني. ماشي. اسمها ايه بنت لو ليلى. بص يا ليلى، يا الميدان، كنت فين من زمان؟ الموضوع قلد لك محمد فراج. طب بقول لك على حاجه، قلد محمد فراج بيتكلم مع امير عيد. يعني مثلا اعمل لها مشهد يا عم انا امير عيد ومحمد فراج يلا. هو انت اللي شايف كل حاجه غلط؟ الموضوع ما بيمشيش كده يا ابني. قلد مرعي. يلا باي. لا قول له ده كبير قوي، جامد قوي. استنى. لا بس هو يا جايب جدعان بتاع عامر ده كبير قوي. لا هو جايب امير عيد بجد بالظبط يا اسطى. انت جايب امير عيد بالظبط. هم بيقولوا لي انا شبهه يا اسطى. انت شبهه وصوتك شبهه وعندك صلع وراث زيه. امير عيد صلاه على راسي ده عنده. أيوة. ده حارق مولت يا ابني. اديك اوفر انك تسالني 3 اسئله برايفت وهجاوبك عليهم. ماشي، اسالك 3 اسئله برايفت. بص انا كنت مرتبط ببنت وكنت كل ما نخرج اجيب لها مثلا بسكوت، اجيب لها شوكولاته. اسم الاكس بتاعتك اللي انت كنت قايل عليها في البنزينه ايه؟ انا ممكن اقول لك ديانتها ايه. لا ديانتها ايه؟ ما انت بتحب تحديد الكل يعني. ما انت مش شايف اسئله برايفت، ما تجيليش عيد الاسئله برايفت دي. لا انت يا مرعي ارتبطت بكام واحده قبل كده؟ لا كتير. كام مثلا؟ اديني رينج. على فكره بيقول كتير ده يا جماعه، بيبقى كتير بجد، بيبقى كتير لدرجه مش عارف اعدهم. هو كتير لدرجه انا مش عارف اعده. هو كتير يعني ارتباط ولا كلام؟ لا ارتباط ريليشن شيب بقى وبتاع. Relationship بحبك وأنا كمان. كتير. امال كام؟ لو كلام يبقى كام؟ لا كلام ده عدد لا نهايه ده. انا عايش في المالتي فيرس. انا كل اللي بروح مالتي فيرس. انت مرتبط دلوقتي؟ كتير. دلوقتي؟ لا دلوقتي لا مش مرتبط. لا مرتبط. مش انت مرتبط. كنت ناسي ولا مرتبط؟ او مش مرتبط ما احنا بنها ايه سيتويشن شيب. يا جدعان انا حاسس ان انا قاعد في اقسام. انا قاعد مع شباب كلهم بيتكلموا انجليزي. هنقول يا عم 5 الشهر على اللي فكره فات. الفيديو ممكن ينزل على اكلت بلاك اكميك قبل كده؟ ايه يا اسطى؟ ايه ده؟ ما كانتش بلاك اكميك؟ اكميك ده انا عارفه، اكميك ده حاجه لوحدها. لا في ساندوتش هناك اسمه بلاك اكميك في السمك تركيا. ده اللي بيتباع على أهو. البحر كلتوش. على بحر البوسفور. كلتوش. اشهر ساندوتش في موجود تركيا. هنا في طنطا. كلتوش. ايوه في نعمل ناس له عاملينه هنا في طنطا. عايز اقول لك بقى المطعم اللي في طنطا اللي عامل فيها تركي مش تركي، مين ده؟ او هو اللي هو مش عايز اقول اسمه. في مشروب في تركيا اسمه عيران. لبن عيران. مم. يا ده متعه ده. ده انت لبن المعيز. هو أيوة. هو زبادي وبيقعدوا ايوه المشروب ده منتشر هناك بشكل غريب. ما عشان عندهم معيز كتير. احنا هنا في مصر عندنا جديان. هو لا جديان بجد كتير. عندنا جديان كتير. ايوه في الشارع انت مش بتقابل كل يوم في المواصلات 100 جدي ولا 80 جدي ولا 90 جدي. في اكتر من الخرفان والجديان في مصر يا بس انت رحت تركيا ازاي؟ انا عايز اروح تركيا يا اسطى. عادي بتعمل لها بجد تأشيرة. عادي؟ والله عادي. بس بس انت أنا مش عندك عادي. كام سنه دلوقتي؟ 29. تأشيرتك ب $200. وانت؟ انا بقيت 200. انا قبل 18 سنه او لا قبل 20 سنه تأشيرة $20. بتضرب في 10؟ تتضرب في 10 لما بتكمل 20 سنه. حتى التأشيرة ضرب. طب انت سافرت بلد غير في مصر قبل كده؟ لفيت يا ابني. لا بره مصر. لا طبعا مستحيل. اخر حدود الشرقيه. رحت الشرقيه حتى رحت العاشر. رحت العاشر قبل كده؟ تعرف ان العاشر الشرقيه اصلا؟ العاشر من رمضان؟ شرقيه. ما كان حد. لا كان أهو. حد قال. معلومه مكذوبه. لا في العاشر دي في القاهره والعاشر من رمضان في الشرقيه. مكذوبه ثانيه جديده. لا والله ده حد قالها لي من الشرقيه. ده ضحك عليك. ده كان بيشتغل. العاشر من رمضان دي مدينه في الشرقيه. مم. يعني بين الشرقيه والقاهره. هم 3 مدن. عاشر سلام عبور. واحدة شامل العبور اصلا مش في القاهره. دي حاجه زي الاقصر واسوان كده. ياسر العبور دي تبع القليوبيه. تبع القليوبيه دي تبع القاهره برضه على فكره. يعني انا عايش كل ده في حلم. زي القاهره والجيزه والقليوبيه هم الثلاثه يعني كده. الجيزه مش في القاهره كمان دي عارفها. زي نفس القليوبيه هي نفس الجيزه بالظبط اللي هي كانها في القاهره بس مش في القاهره. ياسر العبور دي قليوبيه. السلام قاهره. العاشر شرقيه. احفظ يعني ولا؟ لا هي دي الماب بتاعت مصر. الماب اللي هو تحت بعض.
تحت بعض ايه يا اسطى؟ قول بقى نصيحه بجد في اخر الفيديو مهمه قوي. اي حد يقول لك حط فلوس التداول كله اي حد ده يقول انت لك تبع المراهنات، ده انت الفيديو اللي انت عايز تعمله تداول طب ما تحرقوش. تداول مش المهارات. لسه المهارات حاجه تداول حاجه. تلاقي في عيل بيجي يقول لك ايه هات فلوسك ونتداول نحط الفلوس في مايكروسوفت والبيتكوين وبتاع، هتلاقيه شحات فشخ مش لاقي ياكل. ما تخش حد يضحك عليك. اي حد يقول لك تعالى اعمل لك تسويق هرمي تسويق شبكي اعمل لك اي حاجه غلط اوعى تسويق على تروح معاه. شكل عامه. يا جدعان التسويق تسويق واخد شيء. في التسويق اللي هو يقول لك هات واحد تحتك واحد فوقك حاجه عارف والله كده. عارف انت الحوار ده يقول لك انت هتبقى انت بدايه الشجره، انت اهو هتجيب اتنين تحتك، الاتنين بقى اللي تحتك دول مش هيفضلوا تحتك، هيجيبوا اتنين تحتهم فاهم. تعمل بقى شبكه ايه؟ شبكه تحتك. حلو. كل ده حرام خدع حرام وهم خدع. اوعى تحط حد تحتك. التداول التسويق الشبكه والهرمي كل ده كذب فقاعات، كل ده وهم. مش هنشرح انت معاك الفيديو خلاص ما تقعدش تبرق لي. فدي احب نصيحه اقولها يا جدعان للرجاله والحريم. اوعى تصدق بتوع التداول، اوعى تصدق بتوع التسويق الشبكه والهرمي، اوعى تصدق بتوع الميديا كلهم. طب والدروب شيبنج؟ ايه؟ دروب شيبنج والله لسه في مصطلحات في مصطلحات اول مره اسمعها في الاوضه هنا. امازون يعني حاجه زي امازون ايه المشكله يعني؟ تجيب حاجه من مكان تبيعها لحد بسعر اغلى. ماركت بليس. ايه حلال ولا حرام؟ ايه شاور في ايه شاور؟ يا عمر في ايه؟ عمر شاور يا جماعه ولا عمر يا اسطى عادي. ده انت بتقول ايه اسمها ايه؟ دروب أيوة. شيبنج. ايه؟ دروب شيبنج. دروب شيبنج؟ لا دروب شيبنج حلال. دروب شيبنج حلال. شيخ مرعي يا اسطى حاجات دي يا اسطى وهم بتروح تشتريها انت بعت حاجه هي ما كانتش ملكك اصلا. هي يا اسطى انت لا نبرة عادي. صوتك انت ممكن تفرز فوق. ده السكس فوق. دلوقتي يا جماعه بعد ما حلقتنا خلصت حابب اخد راي مرعي في الدنيا. ايه رايك في اليوم عامه؟ ايه رايك في الاستوديو؟ ايه يا رايك اسطى اليوم جميل، الاستوديو حلو، الكاست حلو قوي. حاسس اني قاعد مع اخواتي، ميه معدنيه ساقعه، العيال شربت شاي بالقرفة. ده قرفه تفاح تفاح. كان يوم مميز. اسوأ حاجه في اليوم كانت هقطع بقى يعني. فبصراحه انا اتبسطت. ليه اتبسطت بجد؟ كان في عرض عند فتح الله لسه جايبه، جبنه عليها 50% خصم بس جولد، اجمد جبنه في مصر. وراح ركن ركنت السكوتر عند ركنت واحده وما رضيتش السكوتر. اخد منها 10 جنيه ودافعك ان طنطا. يا جدعان ست الكل مكانها. احنا في الجلاء فين؟ ما في الجلاء بقى احنا في وخلاص. الجلاء. في الجلاء. تخيل الاستوديو في الجلاء. يقول لك مش فلاحين. عامل استوديو في الجلاء. تصدق صح؟ ده الفيو فاجر. احنا في 25 كاكولا ولا 25 بس؟ لا 25 كاكول. احنا دلوقتي 25 كاكولا. احنا دلوقتي في برنامج الحكايه والروايه تيتو الشريط. لا القناه ما اسمهاش الحكايه والروايه. لا ده قناه بحسبها شبه رحمة عياد. لا قناه اسمها محمد ايهاب وبينزل بقى كاتيجوري اسمه الحكايه يا والروايه. جدعان انا اتبسطت النهارده في ضيافه اخويا. قول اسمك قول اسمك. اخويا محمد ايهاب. اخو محمد يا راجل عنده شيزوفرينيا. فانا هجيب لك الفيديو اللي فات بتاعتك الشيزوفرينيا عشان تعرف. يا جدعان بجد اجمل فيديو صورته في حياتي والله العظيم بجد. اخويا مرعي اقسم بجد بالله. يعني انبسطت حد أوي يقول لك عمرو والله يا جدعان انا الراجل ده كنت بجد جايبه الاستوديو، كنت فاكره هيتضايق وفاكره جد وبتاع، طلع راجل بيضحك معانا الراجل مات من وبيهزر. الضحك. كانت حلقه جامده فشخ. انا هتعب فشخ في مونتاج الحلقه دي، هنطلع ميتين. محدش أم يعيط في مونتاج الحته الحلقة دي. صوتك يا اسطى بيعيط قوي. في نهايه كل روايه والله اجمل قوي. دايره ما تقول لي يلا باي يلا بقى. بطريقه عمرو اديب. لا بطريقه الموضوع مش الموضوع مستحيل يا جماعه، مستحيل. هي بتركز معايا كده ليه؟ يلا باي. انا ما بعرفش اقلد اصوات بس بعرف اقلد اتيتيود، فاهم؟ انا مش فاهم يعني ايه اتيتيود يعني اللي هو لغه جسد. مش دي باد لانجوج. ايوه يلا باي. يلا بقى يا جماعه. تقفل ولا ايه؟ تعبيط